السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الثالث الإعدادي. أهلا بكم في الترم الثاني. معكم مس هام مصباح. إن شاء الله النهاردة هناخد أول درس في الجغرافيا، والجغرافيا متقسمة لحاجتين. أول حاجة الجغرافيا متقسمة وحدة أولى ووحدة تانية. الوحدة الأولى هنا فيها 4 دروس، وعندنا الوحدة التانية إن شاء الله هنتكلم عليها فيما بعد. ركزوا بس معايا واعملوا سبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اول درس النهارده هناخده النشاط الزراعي وموارده في العالم. تاني درس ان شاء الله اللي هو الحلقه الجايه الرعي والثروه الحيوانيه والسمكيه في العالم. التالت اللي هو النشاط التعديني في العالم. هنيجي ناخد 4 درس بقى. رابع درس واللي هو اخر درس في الوحده اللي هو النشاط الصناعي في العالم. اول حاجه النهارده هناخدها اللي هو الدرس الاول في الجغرافيا الترم الثاني اللي هو النشاط الزراعي وموارده في العالم. بيقول لك بما تفسر، هيجي يسالك سؤال كده في اول الدرس خالص: مارس الانسان العديد من الانشطه الاقتصاديه البديئه مثل الصيد وتربيه الحيوان. طب ليه؟ اول حاجه عشان يسد حاجه الانسان من مأكل ومشرب وملبس. تمام. هنا بقى يسالك سؤال تاني، بيقول لك هنا: عرف الانسان الزراعه منذ 5000 سنه وعرف معها الاستقرار الخصب على ضفه النهار. يعني عرف من الزراعه منذ 5000 سنه وعرف معها الاستقرار. طب ما تفسر، بيقول لك الزراعه هنا من الانشطه الاقتصاديه الاساسيه في العالم. يعني ليه لازم اساسيه ولازم تكون موجوده في اي دوله؟ تكون مصدر رئيسي لغذاء الانسان بجانب الاسماك والحيوان، ويرتبط بها او يرتبط الزراعه لتربيه الحيوانات. يعني الزراعه مثلا بيساعدنا في الحقل، تربيه الجمايز والابقار بيساعدنا في في الحقل. بيقول لك هنا برضو مصدر مهم للمواد الخام اللي تدخل في الصناعه مثل الالياف، اللي تدخل في صناعه المنسوجات زي القطن، يدخل في صناعة الملابس والخيوط، والمطاط يدخل في صناعة السيارات. شجر المطاط من أهمه إن هو بيدخل في صناعة السيارات زي ما موضح بالصورة عندكم. هنيجي ناخد بقى أهم حاجة هنا هي أقسام الزراعة. أقسام الزراعة هنا متقسم لحاجتين، يعني متقسم لطريقتين بيعملوها بيستخدموها في الزراعة على طول، اللي هي الزراعة البسيطة اللي هي الزراعة البدائية اللي أي حد ممكن يعملها، والزراعة الكثيفة. الزراعة الكثيفة هنا متقسمة لحاجتين: الزراعة الكثيفة اللي هي الزراعة التجارية والزراعة العلمية. الكثيفة والتجارية والعلمية. هناخد أول حاجة هنا الكثيفة. الكثيفة هنا يعني إن تزرع الأرض بشكل مكثف جدا. بشكل إيه مكثف؟ هناخد بقى هنا الزراعة البسيطة. الزراعة البسيطة هنا أول حاجة هناخدها الخصائص بتاعتها. أول حاجة بيكون فيها عدد قليل جدا من السكان، بيكون المساحات بتاعها ضيقة جدا جنب بعضها كده وتباعدها. دي المساحات المزروعة وتباعدها. طب الهدف منها ايه الزراعه البسيطه، او بنعملها ليه؟ عشان توفر الحاجات الغذائيه او الحاجات الاساسيه اللازمه للسكان المحليين الموجودين في البلد دون وجود فائض للتصدير. يعني مفيش فائض للتصدير ليها. هي زراعه بسيطه. اماكن انتشارها موجوده في المناطق الحاره اللي هو مش غابات استوائيه ومناطق حاشيه السفن. هنيجي اهم المحاصيل اللي هو اليام والموز. هنيجي ناخد هنا ثالثا الزراعه المتقدمه. الزراعه المتقدمه هنا بتتقسم برضو، احنا عارفين الزراعه الكثيفه والزراعه العلميه والتجاريه. اول حاجه ناخدها الزراعه الكثيفه. الزراعة الكثيفة يعني زراعة الأرض أكتر من مرة بأكثر من محصول. يعني إيه؟ تزرع الأرض كده بشكل مكثف أكثر من مرة بأكثر من محصول وجنب بعضها كده، وبتحتاج لأيدي عاملة وفيرة جدا. تمام؟ كما موضح بالصورة. وتطلب أيدي عاملة وفيرة وصغر مساحة الحقول الزراعية فيها. يعني مساحة الحقول الزراعية مش كبيرة أوي، صغيرة. الهدف منها اللي هو إشباع حاجة السكان المحليين من غذاء الاستهلاك المحلي فقط. طب أماكن انتشارها إيه؟ أماكن انتشارها موجودة في المناطق الحارة ومناطق المعتدلة، وأهم المحاصيل اللي بتزرع فيها اللي هو القمح والرز والذرة. يبقى هو عمل لك هنا الخصائص بتاعتها: الزرع بشكل مكثف أكثر من مرة بأكثر من محصول. نراجع تاني مع بعض: وتطلب أيدي عاملة وفيرة، وبسبب صغر مساحة الحقول الزراعية. تمام؟ تاني هنيجي ناخد صغر مساحة الحقول الزراعية. الهدف منها اللي هو أشبع حاجة السكان المحليين اللي هو برضه موجودين في الدولة مش بره، مش بيصدروها بره، من الغذاء للاستهلاك المحلي فقط، استهلاك الدولة بس. هنيجي ناخد المكان اللي موجودة فيه أو أماكن انتشارها: المناطق الحارة والمعتدلة والقمح والذرة. دي أهم المحاصيل اللي ممكن الزراعة الكثيفة هي إيه تزرعها. هنيجي ناخد هنا تاني حاجة اللي هي الزراعة التجارية والعلمية. التجارية والعلمية اتسمت ليه؟ هيجي يسألك سؤال برضه اتسمت بهذا الاسم ليه؟
هناخده فيما بعد. الزراعة التجارية والعلمية خصائصها أو أهم حاجة بتميز فيها أو عملوها ليه تتم في مزارع واسعة جدا وبتستخدم أحدث الأساليب الزراعية والطرق العلمية الحديثة. تمام، يعني بتستخدم أحدث الآلية. الهدف منها اللي هو الإنتاج التجاري الضخم، موجودة أو أكتر منطقة موجودة فيها جنوب شرق آسيا من مزارع المطاط والشاي، وأوروبا في منطقة زراعة القمح، وأمريكا الشمالية وخاصة الولايات المتحدة فيهم مناطق زراعة القمح ومناطق القطن. أهم المحاصيل القمح والقطن والمطاط والشاي. ما تفكرش كده كتير يا بطل وما تيأس، الدرس سهل جدا. يلا نكمل بقية الدرس. هنيجي ناخد هنا بقى ايه، هيسألك سؤال هنا مهم جدا على الزراعة التجارية والعلمية والزراعة الايه الكثيفة. هيقول لك بما تفسر تحتاج الزراعة البسيطة أو الكثيفة لا أيدي عاملة وفيرة. طب اشمعنى الزراعة الكثيفة تحتاج لأيدي عاملة وفيرة؟ عشان بتتم باستخدام كذا مرحلة زي بذرة الحبوب، وكمان زي ما هو شايفك كده لصعوبة أو استخدام الآلات الزراعية، لصعوبة استخدام الآلات الزراعية، وتتم من خلال عدة عمليات كثيرة، مش من مرة واحدة بس بتزرع. أول حاجة بذرة الحبوب، وتاني حاجة الري، وبعد كده تنقية الحشائش. يبقى كده بتحتاج زراعة كثيفة لأيدي عاملة وفيرة عشان كده. تمام، هنجي يسألك سؤال تاني كده وركز معايا كده. هيجي هنا يسألك سؤال بيقول لك برضو بما تفسر لماذا سميت الزراعة التجارية أو العلمية بهذا الاسم، أو اشمعنى اسمها تجارية وعلمية يعني. وده سؤال مهم جدا وبيجي في الامتحان كتير. أول حاجة عشان هي بتستخدم برضو آلات زراعية حديثة، وبيستخدم فيها التبادل التجاري، يعني الفائض بتاعها أو التصدير بتاعها بيصدروه للخارج. يبقى لأنها يستخدم فيها أحدث الأساليب العلمية، أحدث الأساليب الزراعية والعلمية والآلات الحديثة. هنيجي هنا بقى لتاني حاجة، أهم الموارد الزراعية. عندنا محاصيل غذائية ومحاصيل الألياف ومحاصيل ذات طبيعة خاصة. المحاصيل الغذائية متقسمة لحاجتين، حبوب غذائية ومحاصيل سكرية. والمحاصيل الألياف فيها القطن والكتان والجود. هنيجي بقى المحاصيل السكرية زي قصب السكر، تمام، وهنيجي زي بنجر السكر، ده أهم المحاصيل السكرية. طب المحاصيل بتاعت الألياف الكتان والقطن والجود. هنيجي ناخد محاصيل ذات طبيعة خاصة زي المطاط اللي هي شجر المطاط. ذات طبيعة خاصة يعني بتتوفر في مناطق معينة بس في القارة أو في دولة معينة، مش في كذا منطقة، مش منتشرة قوي زي القمح والرز. زي المطاط، شجر المطاط، وشجر الشاي والبن. أهم حاجة عندنا البن. تمام، هنيجي نراجع عليهم كده بسرعة. عندنا المحاصيل الغذائية حبوب متقسمة لحبوب غذائية ومحاصيل سكرية. الحبوب الغذائية زي القمح والرز والذرة، والمحاصيل السكرية زي قصب السكر وبنجر السكر، ومحاصيل ألياف زي القطن والكتان والجود. تمام، هنيجي هنا بقى ايه زي ما اوضح بالصورة عندك. وعندنا محاصيل ذات طبيعة خاصة اللي هو زي ما اوضح زي القمح والمطاط والشاي والبن. هنيجي ناخد أول حاجة هنا المحاصيل الحبوب اللي هو الغذائية اللي احنا بنركز عليه، الحبوب الأكل بتاعنا زي القمح اللي هو الدقيق والأرز والذرة زي ما اوضح عندك بالصورة. تمام، هنيجي ناخد اول حاجتين واكتر حاجتين الناس بتستخدمهم اكتر اللي هو القمح والذره، من الحبوب الغذائيه الاساسيه او الرئيسيه في معظم شعوب العالم. يبقى اهميتها ايه؟ انها موجوده في معظم شعوب العالم، ويصنع منها الخبز ويصنع من الخبز بالاضافه للمكونات والحلويات. اهم القارات اسيا واكثر القارات انتاجا، وعندنا اهم الدول الصين والهند والولايات المتحده. طب الذره غذاء للانسان في بعض الدول العلف للحيوان، وامريكا الشماليه اكتر دوله، واسيا وامريكا الجنوبيه. يبقى الولايات المتحده يستخدمها كعلف للحيوانات. أهم المحاصيل السكرية زي احنا قلنا زي قصب السكر وبنجر السكر. قصب السكر أهميته هو برضو المصدر الأول لإنتاج السكر في العالم. طب بنجر السكر هو المحصول الثاني لإنتاج السكر في العالم. طب شروط الزراعة في قصب السكر وشروط الزراعة في بنجر السكر. شروط الزراعة في قصب السكر اللي هو يحتاج لدرجة حرارة مرتفعة وكمية مياه وفيرة. طب بنجر السكر يحتاج لحرارة معتدلة. قصب السكر أهم الدول إنتاجا فيه كل القارات ما عدا أوروبا والبرازيل والهند والصين. طب بنجر السكر يتركز في أوروبا وفرنسا والولايات المتحدة وأمريكا اللي هي الولايات المتحدة ومصر في أفريقيا. هاجي أسألك سؤال متفسر، يتركز زراعة بنجر السكر في كل القارات ما عدا أوروبا. طب اشمعنى أوروبا بس؟ يعني قصب السكر الوحيد اللي أوروبا ما بتنتجوش، تنتج بنجر السكر أو تركز أكتر حاجة في بنجر السكر فيه، لأنه يحتاج لحرارة مرتفعة، والجو بتاع أوروبا أو المناخ بتاع أوروبا مناطق معتدلة، حرارة معتدلة، فما ينفعش إن هو يزرع فيه قصب سكر. يبقى هو يحتاج الحرارة مرتفعة جدا ومياه وفيرة.
بيقول لك برضو تركز زراعة البنجر في فرنسا بأوروبا والولايات المتحدة في أمريكا الشمالية، وموجود برضو في مصر في أفريقيا. ليه؟ لأنه يحتاج حرارة معتدلة، أو إنه يحتاج لظروف ملائمة جدا، يعني مناخ مميز جدا عشان يزرع فيه بنجر ويزرع فيه قصب السكر. فقصب السكر محتاج لحرارة مرتفعة، لكن بنجر السكر بيسبب ملائمة المناخ والتربة الخصبة، يعني لازم يكون تربة زراعية خصبة وبسبب ملائمة المناخ. هنيجي ناخد تالت حاجة هنا اللي هي المحاصيل الألياف. محاصيل الألياف زي القطن وزي الجود وزي الكتان. هنيجي ناخد القطن وهنيجي ناخد الكتان. القطن هنا ومن أهم حاجة اللي هو القطن اللي هو مذكور عندك أصلا في الدرس، اللي هو القطن بس. الأهمية بتاعتها مهم لإنتاج الخطوط في استخدام الملابس والمنسوجات، ومصدر لاستخراج زيت بذرة القطن وصناعة الأعلاف. أهم القارات بتاعتها آسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. طب أهم الدول الصين والهند والولايات المتحدة، وتالت واحدة مصر والسودان. وخدهم بترتيب كده: الصين والهند والولايات المتحدة ومصر والسودان. ها، أنا كده أكون لممت لكم بأهم الأسئلة وكل الأسئلة اللي ممكن تجيلكم إن شاء الله في الامتحان. هيقول لك بما تفسر القطن في مصر والسودان من أجود أنواع في العالم. وده سؤال بيجي يتكرر كتير في جميع المحافظات، لأن معظمها من الأنواع طويل التيل. هنيجي ناخد بقى المحاصيل ذات طبيعة خاصة، وهي آخر حاجة عندنا اللي هي المطاط الطبيعي والشاي. المطاط الطبيعي المصدر بتاعه يستخرج من عصارة أشجار استوائية. طب الشاي يستخرج دائما إلى أشجار دائمة الخضرة. الأهمية بتاعته: المطاط يصنع من طائرة السيارات وصناعات أخرى، أهمها السيارات. طب الشاي يحتاج لزراعة تربة خصبة ومناخ حار وهواء رطب ومطر غزير. أهم القارات اللي في المطاط الطبيعي آسيا وأفريقيا. طب الشاي اللي هو آسيا. وأهم الدول في المطاط الطبيعي تايلاند. أهم الدول اللي بتنتج المطاط الطبيعي تايلاند، وهي تايلاند في آسيا. بعد هذا أفريقيا، تاني واحدة أفريقيا. تمام. هنجي بقى أسألك شوية أسئلة كده واختبر نفسك بيهم. دي اختبر نفسك وسيب لي في الكومنتات عملت ايه وذاكرت معايا الدرس ولا لأ، وأي سؤال مش فاهم وسيب لي في الكومنتات، وحلوا الأسئلة دي وسيبها لي عشان أعرف مين اللي فهم الدرس ومين ما فهمش. ولو أعجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. كانت معكم ميس مصباح. أتمنى التوفيق والنجاح دائما لكل طلاب الصف الثالث الإعدادي. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.